السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي إبراهيم المنيسي في كل مكان. النهاردة كام خبر مهم. يمكن انتخاب الأستاذ جمال علام رئيسا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، ده كمان حضور مهم للمنتخب المصري أو للاتحاد المصري في الشمال الإفريقي مع عزوب بقية رؤساء الاتحادات في الشمال الإفريقي عن الترشح، وبالتالي كانت فرصة الأستاذ جمال كويسة. انتوا عارفين إن اتحاد الكرة مهمته أو مدته دورته تنتهي في الصيف هذا العام بعد انتهاء الدورة الأولمبية في يوليو اللي جاي إن شاء الله. والأستاذ جمال علام بموجب اللائحة ملوش حق الترشح مجددا، لأنه يبقى قضى دورتين في اتحاد الكرة. بذكر اتحاد الكرة، النهارده النائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية قعد مع الكابتن حسام حسن في خصوص جدول الدوري، وطلب حسام حسن توقفات كافية للمنتخب، وشرح له احمد دياب المسألة برمتها، والامر كله مش بعيد عن الكابتن علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، اللي الحقيقة وجوده في المكان ده يا جماعة مهم جدا. يمكن من أكتر الشخصيات اللي هي مؤهلة لحل كتير من مشاكل الكرة المصرية واتحاد الكرة بالتحديد علاء نبيل. علاء نبيل لما أنت تتكلم على البوزيشن بتاع المدير الفني، أولا شخصية عندها قدر كتير من الموضوعية والأمانة في العمل، عنده خبرات في العمل الفني كبيرة جدا، اشتغل مع الكابتن محمود الجوهري سنوات طويلة جدا، اشتغل مع الكابتن محسن صالح في المنتخب الوطني فترة طويلة، اشتغل مع الكابتن فاروق جعفر والكابتن محمود الخطيب لما تولوا مهمة المنتخب الوطني. فحد عنده تراكم خبرات في مجال الإدارة الفنية كمدرب عام كبيرة جدا. اشتغل طبعا في المقاولين فترات طويلة جدا، اشتغل في عدد من الأندية كمدير فني. قطاعات الناشئين ومشاكل الناشئين هو خبير فيها بدرجة رائعة جدا، سواء من خلال العمل مع تجربة المقاولين العرب مدير فني لقطاع الناشئين، وده قطاع مهم، أو القطاع الجديد بتاع نادي زد أيضا له تجربة مهمة وتنظيمية فيه كبيرة. فحد عنده تراكم خبرات في المكان ده على المستوى المنتخبات الناشئين والمنتخب الأول والفرق الدوري، بالإضافة إلى قضية الناشئين، وأنا عارف إن هي بتحظى باهتمام كبير عنده. فكويس إن اتحاد الكرة كمان اختاره، وكويس إن اتحاد الكرة اداله هذه الصلاحيات في الشأن الفني وفي ترتيب الأمور الفنية ومنتخبات الناشئين ومسابقات الناشئين. أعتقد عنده كمان تناغم مع عامر حسين، ودي مسألة مهمة جدا في وضعية الجداول والترتيبات للفترة اللي جاية إن شاء الله. فتم الاتفاق بين احمد دياب وحسام حسن على انه خلاص احنا ما عندناش فرص كتيره لتوقفات بره الاجنده الدوليه، واديك شايف الظروف وشايف ضغطيه الجدول، لكن خلينا مع بعض نحاول نحل اي حاجه تستعصي. انت عندك الاول مباراه وديه اللي هتتلعب في 22 او 23 مارس، قبلها ب8 ايام عندك توقف، فشيء كويس ان انت من يوم 16 هيكون معاك اللعيبه في المنتخب. طبعا موضوع محمد صلاح اكيد هيحظى باهتمام كبير من جانب حسام وابراهيم حسن، اللي اكدوا احترامهم وتقديرهم للنجم العالمي الكبير، اللي النهارده صلاح رجع للملاعب. النهارده المفروض الناس كلها اللي تطاولت واللي اساءت واللي جرحت واللي اساءت الظن بنجم عالمي كبير زي كده، اعتقد مدينه باعتذار كبير لمحمد صلاح. محمد صلاح النهارده يا حضرات اللي بتستقبل عودته للملاعب الجارديان والديلي ميل والديلي تليجراف وزوسان البريطانية، كبريات الصحف العالمية، عناوين بارزة عندها عودة محمد صلاح، عودة المزعج، عودة المخيف للمنافسين، كلها بترحب بعودة النجم المصري الكبير لصفوف ليفربول بعد طول غياب للإصابة. واحنا عندنا ناس هايفة وتافهة بتشكك فيه وبتشكك في قدراته وبتشكك في إصاباته وبتشكك في انتمائه. ما يصحش كده. بقول لكم انتم مدينين لهذا النجم العالمي الكبير بالاعتذار بجد، لان الناس قالت ده بيمثل وده بيهرب وده عايز يمشي وده والكلام الفارغ اللي انتوا فاكرينه من ساعتها. قاد ليفربول للفوز على برنتفورد 4-1، سجل وصنع. يعني صلاح تأثيره حتى بقول لك الجارديان والديلي ميل كله بيركز على صلاح، سجل وصنع وقاد ليفربول للفوز الكبير. الحمد لله على السلامة يا ابو مكة. في ذات السياق
المغرب تقريبا بتستقر على موعد يحل المشكله بالنسبه للنادي الاهلي عن كاس الامم الافريقيه اللي جايه. كاس الامم اللي جايه فيها تضارب مع كاس العالم للانديه، لكنه الحقيقه النهارده المغرب فيه مشاورات كتيره في الجامعه الملكيه المغربيه، وصلوا لمقترحين: اما تتلعب بدري شويه في يناير، او تؤجل الى يناير اللي بعديها، او تاخد نص الاخير من يوليو، يعني في الاسبوعين الاخرى من شهر يوليو او الاسبوع الثالث من يوليو مع 3 اسابيع من اغسطس. ده ميعاد مقترح لحل الازمه لو هتقام في 2025، لو يمكن ارجائها ليناير 2026 كان بها. الميعادين الجامعه الملكيه او الاتحاد المغربي بيخطر بيهم متسبي لرئيس الاتحاد الافريقي عشان يشوفوا حل يعرضوه على الاتحاد الدولي لمنع التشابك او الاشتباك مع كاس العالم للانديه، ويحلوا المشكله للنادي الاهلي، لان هي ازمه كبيره جدا عمليه تعارض المواعيد. النادي الاهلي النهارده بدا او حصل على الراحه، بكره ان شاء الله يستأنف تدريباته. مارسيل كولر هيشوف مع الدكتور احمد جاب الله تقرير المصابين، يشوف حاله بيرسي تاو اخبارها ايه، يشوف الحاله الاخيره لوسام ابو علي وتدعيمه للفريق في مباراه ميديام الغاني اللي الاهلي هيسافر لها الثلاث ويلعب 6 مساء الجمعه ان شاء الله تعالى في غانا في الجوله قبل الاخيره. ويشوف كمان ترتيب او تجهيز عمرو السوليه لسد فراغ نص الملعب. خلاص السوليه هو اللي هيشيل هذا الخط بخبراته الكبيره، ويشوف ايه الوضع في غياب مروان عطيه بعد تراكم الانذارات، وطبعا استمرار غياب اليو ديانج اللي هيعمل عمليه تنظيف في الركبه ممكن يغيب على اثرها حوالي 3 اسابيع او شهر. وعندك كمان احمد نبيل كوكا الصاعد لسه تحت التجهيز، وفي مصطفى ابو الخير اللاعب الصاعد الحقيقه اللي جاي من قطاع الناشئين يدعم الفريق الاول وعنده فرصه للمشاركه الفتره الجايه. بمناسبه الناشئين وبمناسبه نتائجهم المربكه اللي البعض اتكلم فيها، عايز اقول لكم امبارح كان في نتيجه سلبيه جدا لفريق النادي الاهلي. مواليد 2009 خسر في الزمالك 5-1. النتيجه بالنسبه للنادي الاهلي كارثيه، ولا احد يجب ان يخفيها ولا يخفي اسبابها. بكلمكم بمنتهى الوضوح، بقول لكم على الهزيمه قبل ما اقول لكم على المكاسب الكويسه النهارده. الاهلي خسر. فرقه 2009 اللي بيقودها الكابتن ياسر محمدين متاخره بقالها 3 ماتشات تقريبا، يمكن الاسبوع الماتش قبل ماتش هزيمه الزمالك كانت خسرانه من سيراميكا وخسرانه، يعني بقاله 3 ماتشات الفريق بيخسر. الفريق ما هواش افضل فرق القطاع، كان يمكن لاول مره ده فريق طالع من مرحله البراعم، اول مره الولاد يلعبوا في ملعب كبير، يلعبوا 11 حاجات تانية كتيره. هتقول لي زيهم زي بقيه الفرق، اقول لك بس هم كسبوا الزمالك في الراوند الاولاني في الاهلي 2-0، وكسبوا بيراميدز وكسبوا زد، لكنه ان انت تخسر من الزمالك 5-1 لا دي كارثه. عشان كده اعتقد الكابتن وليد سليمان مدير القطاع رئيس قطاع الناشئين، والكابتن بدر رجب المدير الفني، والكابتن محمد شوقي مساعد المدير الفني في القطاع، قياده القطاع مؤكد ان عندها مراجعه حاسمه لفريق 2009 على مستوى القياده الفنيه وعلى مستوى الافراد، تدعيم الافراد ومراجعه الجهاز الفني. دي مساله الاهلي ما بيسكتش عليها. فربما تلاقوا خلال اليومين الجايين انه في تغييرات في الجهاز الفني لهذا الفريق، او مراجعه اوضاعه بالظبط وتبيان ايه السبب في الخلل ده. انما الكوارث بقى ان انا الاقي شويه عيال قلالات ادب، تاني اسف جدا، شويه عيال قلالات ادب يهتفوا ضد الاهلي وضد لعيبه الاهلي وضد النادي الاهلي بالفاظ مسيئه وشديده التدني والسفاله. وللاسف دول بيمثلوا نادي الزمالك، دول لعيبه في نادي الزمالك، دول ناشئين مواليد 2009 عندهم 13 14 سنه، والفيديو يلف والناس بتهتف هتاف جماعي وفي قلب جوه نادي الزمالك. انا لا اظن ابدا الكلام ده لو كابتن حسين لبيب ومجلس ادارته اللي رفعوا شعار المرحله اللي فاتت غير، والوضع الحالي غير، والنظام والتربيه والربايه والاخلاق، الكلام ده لما يفوت عليهم يبقى على الدنيا السلام، يبقى ما تنتظرش حاجه تختلف، يبقى هي ثقافه في هناك من زرعها
ومن غرسها ومشي، لكنه البعض متقبلها وبينمو وبيتسارع معاها. انا لما ناشئ الاهلي محمد رأفت احتفل باحتفال خارج وهو الاهلي بيفوز على الزمالك في الزمالك 2-0، كنت اول واحد ادنت ده ولمت ده وقلت لازم الاهلي يتدخل، وبالفعل مسؤول القطاع استدعوه وحققوا معاه وعاقبوه، لمجرد انه احتفل احتفال يفهم منه انه في اساءة للخصم. فما بالك بهتاف جماعي من ولاد صغيرين مفترض ان هم لعيبه. فكروني بكلام الكابتن هاني العجيزي لما كان جه للنادي الاهلي من نادي الزمالك، قال لك كانوا بيعلمونا في نادي الزمالك في الناشئين ازاي نكره الاهلي. يا جماعه الكلام ده في منتهى الخطوره، في منتهى الخطوره، لان دول لعيبه كوره، دول لعيبه كوره. لو هتتكلم على انك انت تفوقت، ما هو انت ما لسه برضه فريق 2003 ما هو كسبان، او 2005 كسبان في الزمالك 2-0. الكوره فيها وليها. لكن كمان تلاقي ناس بتحتفل، الاقي واحد زي طارق السيد طالع بيحتفل. الاقي واحد زي طارق السيد الراجل المدرب طالع يحتفل بهذا الفوز ويقول لك الخمسه دي بتفكرني بالخمسه بتاعت صن داونز. لا، المفروض تفكرك بالسته بتاعت خالد بيبو. ما هو انت كنت في الملعب. ايه المنطق ده وايه المعيار ده وايه الاخلاق دي وايه ايه الفكره يعني؟ الاهلي ما حدش يعايره بنتيجه ابدا، لكن اتكلموا عايروا الناس اللي بتربي اخلاق او بتربي الولاد على هذه الاخلاق. الامر لا يخص نادي الزمالك، ما اكم من نجوم كبار من نادي الزمالك شديد الاحترام والوقار والمكانه. اتعلموا من الكابتن حسن شحاته اللي لما بينطق بكلمه الحق ويشيل من دماغه هلاويس المؤامرات والكلام الفارغ، شوفوا نجح وبقى له قيمه وبقى له مكانه ازاي. شوفوا الكابتن اشرف قاسم، شوفوا الكابتن سامي الشيشيني، شوفوا الكابتن عبد الحليم علي، شوفوا ناس كتيره قوي شديده الاحترام والتهذيب. لكن مدربين كوره ينزلوا للمستوى ده بتاع الجمهور والهتاف وعايزين تصلحوا حال الكوره؟ شيء غريب جدا جدا. بالمناسبه النهارده 2008 الاهلي، يمكن 2005 الاهلي فاز على بيراميدز 3-1 وعمل مباراه كبيره جدا. سجل محمد هيثم عبد العظيم الوافد الجديد على الاهلي، سجل هدفين، ومعتز محمد المدافع اللي صعد للفريق الاول اكتر من مره ومتسجل افريقيا سجل هدف. و2008 الاهلي فاز ايضا على عمل مباراه كبيره جدا وفاز بيحتل المركز الثاني ب 54 نقطه اقل من انبي، والزمالك بعد ما فاز على زد، والزمالك الرابع. يعني في كل بطوله من دول هتلاقي الاهلي الاول او الثاني والزمالك الرابع او الخامس. يمكن حتى بطوله 2009 اللي هي بتاعه اللي طالعين لسه من مرحله البراعم، انبي الاول ب 52 نقطه، الزمالك ب 44 والاهلي 41، كانوا قد بعض، وده الرابع وده الخامس، ما هماش الاثنين احسن حال في 2009. لكن ما علينا، الاهلي في كتير من الفرق متقدم، او ما هوش الزمالك بيفوقه الا في المرحله دي بتاعت 2009، بس ده مش المعيار بتاع الاهلي ولا يجب ان يكون ده معيار الزمالك. النهارده انت بتكسب بيراميدز، بتكسب زد، بتكسب انبي، كل ده كويس، لكنه الاساس النوعيه والمستوى والكواليتي. لما الزمالك اتغلب في ملعبه من الاهلي 2-0 طلع مدربه محمد عبد الله يقول لك عشان الملعب. ده ملعب الزمالك، ملعب الزمالك اللي الزمالك بيلعب فيه كل يوم. لما الاهلي يجي يلعب فيه وارضيه الملعب وحشه، الزمالك اتغلب، يبقى الزمالك اتاثر بسوء ارضيه ملعبه. كل ده كلام هروب من الواقع. رعايه الناشئين في مصر بعافيه، في الاهلي وفي الزمالك وفي معظم الفرق. انا بكلمكم لمستقبل الكوره في الانديه الشعبيه الكبيره. انبي متقدم، زد عامل تجربه في بعض الفرق كويسه، لكن الفرق الشعبيه لازم تلحق نفسها. الاهلي محتاج اهتمام اكتر، وعنده اهتمام كبير، وعنده خطط للموسم اللي جاي كبيره ان شاء الله في حته الانتقاء وحته النزول للاقاليم والتنقيب على المواهب. ده مطلوب شغل لكل الانديه، لمستقبل الانديه ومستقبل الكوره في مصر، انما مش بالحاله اللي انتوا شايفينها بهذا الوضع المسف والهتاف.
منتظر تدخل من مسؤولي نادي الزمالك ضد الفرقة اللي هتفت واللي حصل. وما يجبش ان الرد من الاهلي يكون بنفس الطريقة ابدا لو عايزين نربي نشء على الاحترام. غير كده خليكوا بقى زي الافندي اللي بيعاير، والله ما ينفع الا يعاير نفسه انه وصل بيه الحال للمستوى ده. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة.